أهلا بكم. تمكنت MBC مصر من الحصول بشكل حصري على أسماء منفذي عملية رفح، والتي تعود وقائعها إلى شهر رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا. أسماء منفذي العملية هي كالتالي: أيمن نوفل، قيادي في كتائب القسام وهارب من سجن المرج في 30 من يناير قبل عامين، محكوم عليه بتهمة التحريض والمشاركة مع آخرين في اقتحام الحدود المصرية في عام 2008. محمد إبراهيم صلاح أبو شمالة، الشهير بأبو خليل، عمره 39 عاما، وهو قائد في الصف الأول في حركة حماس. رائد العطار، الملقب برأس الأفعى الحمساوية، ومهندس اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. وننوه مشاهدينا الكرام بأن مجلة الأهرام العربي هي التي أوردت هذه التفاصيل، التي ستنشر في عددها الذي سيصدر يوم السبت المقبل إلى جانب رؤيتها التحليلية.